لما طلعت يا جماعة أتكلم من كام يوم وخاطب رئيس الجمهورية إنه يحاول يهدي الرأي العام، وإن هو يحاول يمتص الاحتقان بتاع الناس عشان البلد ما تضيعش. مش إن أنا إرهابية، ما ينفعش حد يطلع يقول إنك أنت إرهابية وأنت إخوانية ويتهمني بتهم كده جزافية. هو أي حد، أنا بداية كلامي وقلت إن إحنا يا ريت نختلف بذوق وباحترام وبأدب، مش كل واحد فينا يخون التاني. أنت ليك رأيك وعندك دلالاتك وأنا عندي رأي وليا دلالاتي، ونحاول نقف في نقطة في النص عشان خاطر بلدنا رقم واحد. أنا لا إخوانية، ولو كان يا سيدي إخوانية، الإخوان ده فصيل محسوب على البلد، مش هنتبرأ منه. يعني زي ما في علماني وفي ليبرالي وفي شيعي وفي سني وفي مسلم وفي مسيحي، باختلاف أنماط في الشعب كتيرة. ما ينفعش تطلع تتهمني تهم جزافية. ولما طلعت طلبت من الجيش، أنا ما طلبتش من جيش أجنبي، أنا طلبت من جيش بلدي الحر الشريف إنه يحاول يتدخل. لا قلت اعدموا السيسي، ولا قلت موتوا السيسي، ولا قلت